في إطار العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بالشأن الثقافي وتعزيز إشعاع المملكة الحضاري، احتضن المسرح الملكي بالرباط قبل قليل حفل الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي المتميز. الحفل الافتتاحي للمسرح الملكي بالرباط تميز بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء رئيسة مؤسسة المسرح الملكي بالرباط، إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا خديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، وكذا السيدة بريجيت ماكرون. وقبل التحاقهن بالمنصة الملكية تقدم للسلام على صاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات والسيدة بريجيت ماكرون أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي بالرباط، مؤسسة تعنى بتحديد التوجهات الاستراتيجية لهذه المعلمة الثقافية الكبرى تجسيدا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويأتي افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير ليعزز مكانة العاصمة الرباط كقطب ثقافي وفني منفتح على العالم وفضاء للحوار الحضاري، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية الشاملة. كما يجسد افتتاح المسرح الملكي بالرباط العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتطوير البنية الثقافية بالمملكة وتعزيز إشعاعها الحضاري على الصعيدين الوطني والدولي. مشروع ثقافي كبير يجعل من الثقافة رافعة استراتيجية لترسيخ الهوية الوطنية ومكانة المغرب كفضاء للإبداع والانفتاح الحضاري. صرح يفتخر بكونه فضاء للفن والانفتاح على الآفاق الثقافية العالمية، وحضور وازن لعدد من الشخصيات الفنية الوطنية والدولية